حبايبي، لو عايزة تعملي حاجات الفرن اللي ولادنا بيروحوا يجيبوها دي مبلغ وقدره، لكن هنا معايا هقولك على السر بتاعها، وان هي مش مكلفة خالص، بأقل التكاليف. وبيعملوا ايه؟ اولا البسكوتات والحاجات اللي هي مقرمشات مش بتتعمل ببيض ولبن والكلام ده، لا طبعا، عمرها ما هتبقى بالاسعار دي. معايا هنا كوبايتين ميه، هحط عليهم كوبايتين يعني اقل منهم صغيرين سكر، يعني حوالي 300 جرام، 300 جرام من السكر، والميه حوالي 400 جرام. تمام. قلبيهم كويس. بتتعمل من غير بيض ولا زبدة ولا الحاجات دي. معايا معلقة سمنة كبيرة، يعني الكبشة هاخد كبشة كده بما يعادل كوباية سمنة. ده انا هعمل كمية، تقدري تعملي نص الكمية دي، ربع الكمية دي اقسميها على 4. انا هعمل كيلو دقيق، الكمية اللي انا هعملها على كيلو دقيق. هحط قبال كوباية السمنة كوباية زيت، كوباية زيت بس ما يكونش بتاع التومية. تمام، عشان ما يبقاش ليه ريحة وينشف الزيت اللي هو الخفيف بتاع ايه بره ده. كده تقدري تقسمي الكمية دي على 4. تعملي ربع كيلو دقيق، وهيقطع لك صاج وهوريهولكوا دلوقتي. انا هنا هعمل البسكوت اللي بيبقى بالعجوة او المقرمشات. هحط ربع معلقة صغيرة ملح، هحط على الكمية دي معلقتين كبار نشا. تمام. انا هنا هحط دي المعلقة دي صغيرة، معلقتين كبار نشا. النشا بتدي لل... للبسكوتة او للمقرمشات دي القراقيش دي بتديها نعومية، تبقى ناعمة وما بتخليهاش تلزق في البوق. معايا هنا كيلو دقيق. كل الحكاية اللي احنا حطيناها وصفة اقتصادية خالص زي الأفران ما بيعملوها. دقيق ومية وسمنة أو زيت تقدري تستبدليها وبس. هتحطي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، الكيس ده كان خلصان. هجيب معلقة، نص معلقة، هعتبرها دي نص معلقة صغيرة. هجيب نص معلقة تاني اهي، نص معلقه صغيره، يعني على الكيلو معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر. تقدري تحطي الكيس، هو مش بيبقى فيه كتير دلوقتي. وقلبيها، ما بيحتاجش لا عجن ولا تعب. هي هوريهولكوا دلوقتي بالمغرفه اللي في ايدي ديت. هعمله، مش هحط ايدي فيها الا الاخر خالص. هوريكي السمك. بصي العجينه بقى مش محتاجة حاجة. اخر حاجة هحطها معلقة نشادر صغيرة، ولا لبن ولا هقلبها بلبن ولا حاجة. يبقى لا حطينا لبن ولا زبادي ولا زبدة. عايزة بقى تدعمي العجينة دي وتخلي طعمها حلو. حطي معلقتين لبن بودر، معلقة النشادر اهي صغيرة على العجينة. تمام. هقلبها برضو فيها بالمغرفة. انا هنا ما حطيتش ايدي خالص. الوصفة دي مش بتاخد عجن، هي يا دوبك كوبايتين المية هيلفولك العجينة وهتبقى خطيرة. ولا تحطي بيض في الفران، ما بيحطوش بيض. وبنروح نجيب طبعا انت هما لو هيمونوها وهيعملوها، بصي العجينة ما بتلزقش. تقدري تستبدلي الزيت بالسمنة، تقدري تستبدلي السمنة بالزيت. هما مش لو هيمونوها مش هيبيعوها بالاسعار دي، هي اسعارها مش غالية. معايا هنا قالب بحوالي نص كيلو عجوة، تقدري تعمليها سادة. تمام. هو بسكوت للشاي، نشادر، احنا ما حطيناش خميرة، نشادر وبيكنج باودر. هجيب حتة العجوة هلفها كده كورة وابططها على اساس ما تبهدليش، ما تفتحليش العجينة. طبعا عايزة اقولك ان العجينة دي فيها نشادر وبيكنج باودر، يعني هتفرد معايا. تقدري تشكليها باي حاجة انت عايزاها. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسينيش لايك، اشتراك، يعني شهيصيني كده، شيري على قد ما تقدري. بصي بقى، هتاخدي حتة عجينة وهتفرديها كده، هتلاقيها بتتمط معاكي. سيبيها وخدي غيرها، يعني سيبيها ترتاح شوية وخدي واحدة تانية.
لفيها كده وافرديها. حطي بقى العجوه عشان تضمني ان هي ما تتمطش معاكي، سيبيها وارجعي لها تاني، اعملي غيرها وارجعي لها تاني، واقفلي على عجوه بقى اهي. انا هعمل معاكم واحده وهاخد الباقي بقى اعمله وانا قاعده بره. بره المطبخ طبعا انتوا عارفين درجه الحراره دلوقتي، الجو حر جدا. انا هنا بصور، هاخد بقى ونقعد في الفسحية بقى، اي حتة هوا نقعد نكمل. هو اللي ما بياخدش وقت، بس انا عشان عاملة كيلو. قفلي بقى، بصي قفليها ولفيها تاني. الحتة اللي هي انا مقفلاها دي هتبقى من تحت، ماشي. هو عشان انا عاملة كيلو، فكيلو ده هيقطع لي حوالي 5 صواني من اللي هتشوفوهم دلوقتي، 4-5 صواني. انت تقدري تعملي صاج واحد اللي يعجبك. ابدأي بقى قطعيها. بصي الاول هديها شكل كده بالشوكه. عارفين البسكوت اللي بيبقى بعجوه ده اللي في بس دوت هيفتح معايا. عايزاه النقشه بتاعته تبقى مرسومه وما ينفش خالص وما تتمسحش. ما تحطيش نشادر، بيكنج باودر بس. انا هنا حطيت نشادر عشان ايه؟ ابني بيحب يسقيه في الشاي بلبن بعجوة او سادة، فهو بالنسبة لي بيبقى مقرمش وخطير. شايفين شكله؟ هو هيفرش. النشادر اللي حطيناها هتفرش. لو مش عايزة تحافظي على الشكل بتاعه ومش عايزاه يفرش، ما تحطيش نشادر، كفايه البيكنج باودر. حطي كيس بيكنج باودر على الكيلو. تقدري تعمليها ربع كمية بكوبايتين دقيق، تمام. الميه والدقيق والسمنه، شايفين شكله خطير. هتشوفوه بقى بعد ما يستوي. درجة حرارة 180. الرف التحتاني ما بياخدش كتير يعني ربع ساعة. بصي مقرمش ازاي، خطير طبعا. يعني نفش لانه محطوط بيكنج باودر ونشادر، مقرمش وتحفة. شايفين مفتح من جوه ازاي وناعم وخطير. تقدري تستبدلي السمنه بالزيت او بالزيت بالسمنه. شايفين؟ مع كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي بلبن ساعه العصاري او الصبح، هيبقى خطير تحفه. ساعات بنحس ان احنا كده عايزين نفطر حاجه خفيفه، عايزين مع كوبايه القهوه باللبن، كوبايه القهوه الفرنساوي، كوبايه الشاي بلبن، اي حاجه زي كده بتبقى تحفه. طبعا ما تنسيش نفسك كوبايه قهوه فرنساوي واديها يعني قرقشتين كده معاها، بسكوتين، بتبقى خطيره. الصبح مالكيش نفس للفطار انتي وولادك، هتقدري تعمليها، يبقى خطير حقيقي تحفه وطعمه حكايه. جربيه وقوليلي في التعليقات. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر، ما تنسنيش لايك، اشتراك، متابعه، شهيصيني كده. بصي خطير. عملناه مش هياخد، لا هتستني يخمر ولا مكلف هتحطي 5 بيضات ولا 6 بيضات، لا. هو بيتعمل يعني يعتبر، عايزه اقول لك لو هتعملي كوبايتين دي هيبقى ده بسكوت ال10 دقايق. اهو تقدري تكتري. طبعا هو العجينه زادت عشان احنا حاطين له نشادر. عايزه تحتفظي بشكله ما تحطيش نشادر.